ما زلنا نتحدث عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، وبينا قبل الفاصل أن لأئمة التجويد في مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء مذهبين. المذهب الأول لأبي الأصبغ الإشبيلي رحمه الله المعروف بابن الطحان، وفيه مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء ثلاثة: أفخم ما يكون الحرف المفتوح ثم المضموم ثم المكسور، ولم يتعرض للساكن. الجزري رحمه الله قال: أنا أوافقه، لكن أرى أن يكون مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور، فجعل فرق بين المفتوح إن كان مسبوقا بألف أم ليس مسبوقا. والأمر الثاني الذي يخالف فيه بالأصبغ أنه جعل للساكن مرتبة برأسها هي دون المضموم وفوق المكسور، وبالتالي على هذا الكلام الساكن لا علاقة له بالحرف الذي قبله. القراء المعاصرون بعضهم يقرأ بالمذهب أو الذي له 3 مراتب، وبعضهم يقرأ بالمذهب الذي له 5 مراتب، يعني هذا صحيح وهذا صحيح. لكن يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا أميل وقلبي يميل إلى ما ذكره الإمام الجزري. ليه؟ لأنه طبعا صحيح كلام أبو الأصبغ صحيح، لكن موضوع إلحاق الساكن بما قبله، أن نقول الساكن اعتبره مشكولا بحركة ما قبله، هذا الأمر أولا ما نقل عن أبي الأصبغ. أبو الأصبغ نقل كلام الجزري في التمهيد في علم التجويد، ما ذكر هذا الأمر عنه. الأمر الثاني، أول من نعرف، من أعلم أنا على الأقل، أنه ذكره الإمام المتولي. الإمام المتولي توفى من 100 سنة، يعني ما حنقول معاصر، لكنه متأخر من المتأخرين، فكأنه اجتهد في هذه المسألة لما جعل الساكن يعني ملحق أو يعني يعامل معاملة الحرف الذي قبله. هذا الأمر جعله يصطدم بعدة كلمات. الإمام المتولي الله يرحمه له أبيات عظيمة جدا في هذا الباب، سأذكرها لكم ثم أريكم على اللوحة لبها وزبدتها. أتى إلى الإمام المتولي رحمه الله المتوفى كما ذكرت في 1313 هجري، شيخ عموم المقارئ المصرية، هذا الإمام العظيم، أتى إليه سؤال شعري فأجاب عنه بالشعر أيضا، فقيل له رحمه الله: نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. خلاصة هذا السؤال الشعري يا إخوة، يقول السائل: نص الأئمة في كتبهم على أن حرف الاستعلاء مفخم دائما في كل أحواله بدون ما استثناء. قال: لكن لما كنا نجلس أمام الشيخ ليقرئنا، الشيخ المباشر الآن، إذا قلنا مثلا غل، يقول غل رقق الغين. ماذا يقول الأستاذ؟ رقق الغين. إذا قلنا يتخذ، يقول لنا يتخذ رقق الخاء. لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ. علينا قد أخذ يعني أخذ الأستاذ علينا أن نرقق هذا الحرف. قال السائل: فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. هذه اقتباس من القرآن، يعني بالتي هي أحسن. فقال المتولي رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم، حروف الاستعلاء فخم مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما، ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب 3، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. يعني شي قوتنا نعاملها معاملة قي، هكذا يقول الشيخ. ثم انتبه أو نبه رحمه الله مثلا: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وإخراج ما تلقي، وإخراج ما تلقي هذا الأمر. فقال رحمه الله، عمل لها استثناء، قال: وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت. يعني يقول إن قرأت لغير ورش وهم الذين يفخمون راء إخراج، فتقول وإخراج، هذا المتلقى
المتلقى أن نقول وإخراج، ولم يتلقى وإخراج، يعني أن تعامل الخاء الساكنة في إخ معاملة خي، هذا ما تلقي. فبعد أن ذكر هو رحمه الله وتابع ما قبله ساكنها، نبه إلى هذه الكلمة فعمل لها كما تقولون يعني استثناء. لكن الحقيقة ليست هذه الكلمة التي تذكرها المتولي وحدها التي يعني تقلق هذه القاعدة، قاعدة وتابع ما قبله ساكنها. عندنا شقوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، كل القراء يقولون شقوتنا، ولا أعلم أحدا يقول شقوتنا، يعني يعاملها معاملة قي، ما أعلم أحدا يفعل ذلك. فالحاملات وقرا، ما أعلم أحدا يقول وقرا، يعاملها معاملة قي. إذن هناك أمثلة عديدة، مثلا وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول بميق، ما أعلم أحد من القراء يفعل هذا. إذن يعني مع كامل الاحترام لسيدنا المتولي وأستاذ الجميع، هذه القاعدة ما دقيقة، أن نقول إن الساكن يعني يعتبر مشكولا بحركة ما قبله، أنا لا أرى هذا. أنا أنصح نفسي وإخواني أن نمشي على ما اختاره إمامنا الجزري، وهو الصواب إن شاء الله، أن للساكن مرتبة برأسها، هي المرتبة الرابعة، لا دخل للساكن بما قبله من حيث التفخيم والترقيق. هو ماذا؟ ساكن، إذن في المرتبة الرابعة دون المضموم وفوق المكسور. هذا أريح، وهذا ما فيه استثناءات. فالمتولي قال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت، استثنى مشان ورش، لأن ورشا يقول وإخراج فيرقق الراء. ثم قال المتولي وقيل، هنا قيل ليست للتضعيف ولا يعني أن هذا المذهب متروك أبدا، قيل لذكر مذهب جديد بل هو المعتمد. وقيل بل مفتوحها مع الألف، هذا مذهب الجزري رحمه الله، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه 5 أتاك ذكرها. ثم قال رحمه الله فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، يعني كالمستفلة، تلك هي الحقيقة. فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم، والاختبار شاهد لقولنا، يعني إن أردت أن تختبر كلامي صواب ولا غير صواب جرب، والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. نقول لإمامنا المتولي وعليكم السلام ورحمة الله، رحمك الله يا إمام ويا شيخنا، جزاك الله عن القرآن وأهله خير الجزاء. إذن هذان هما المذهبان لأئمة القراءة في تفخيم حروف الاستعلاء. الذي أميل إليه هو المذهب ذو ال5 مراتب، حتى إن الإمام محمد هلال الأبياري المصري رحمه الله، وهو من أقوياء العلماء المتأخرين في مصر، لما ذكر مراتب التفخيم لم يذكر إلا ال5 مراتب، ما تعرض لل3 أبدا. قال رحمه الله محمد هلال الأبياري من عظماء أئمة التجويد والقراءة في مصر رحمه الله، قال وحرف الاستعلاء فخم، ومطبقها اشتد تفخيمه، كالغار وانتصر 5 مراتبه، فتح تليه ألف، فالفتح من دونها، فالضم دون مرى، الإسكان فالكسر، ثم احذر تحرك ما تراه سكن كالمغضوب وازدجرا. أبيات من الذهب الحقيقة، سواء أبيات المتولي رحمه الله أو أبيات الإمام محمد هلال الأبياري رحم الله الجميع وجزاهم الله عنا خير الجزاء. أبيات المتولي لبها سنراه على اللوحة التالية التي أمامنا، والتي نبين فيها هذه الأبيات. يا ليتكم تحفظونها، يعني يا ليت إخواني المتخصصين في تلاوة القرآن والحفاظ للقرآن يحفظوا أبيات الإمام محمد المتولي لعدم استغناء قارئ القرآن عنها. نرى على اللوحة قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 13 و300 وألف هجرية، عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. نرى اللوحة التي بعدها: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب 3، وهي
مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، هذا المذهب الثاني للجزري، ساكنها، مكسورها. فهذه 5 أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. هذه لب أبيات المتولي، حذفت ما قبلها وما بعدها للاستغناء عنها. يا ليت إخواننا حفاظ القرآن يحفظونها. بقي أن أنبه على أمر، يعني إفراط وتفريط. بعض إخواننا يبالغون في تفخيم المكسور. أسمع من بعض إخواننا وخاصة في بلاد الشام: هدى للمتقين. لك يا أخي إيش هذه المتقين؟ هذه قاف مكسورة، يعني أنت تسمعها هكذا تجدها بأنها ثقيلة ممجوجة في السمع. قاف مكسورة، من أين لها هذه القوة؟ هي حرف مستعل منفتح. لا تقل للمتقين، بل قل للمتقين، كما تلفظ القاف العادية، للمتقين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولا تقل من غل. هذه المبالغات في تفخيم المكسور كثيرا أسمعها في بلاد الشام. أنا أتكلم عما سمعت، لعله في بلاد أخرى هناك من يفعل هذا ممجوج وهذا قبيح. المكسور ضعيف كما قال المتولي: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة. هي ليست، لا تقل، يعني لو قال إنسان أمامك من غل، لا تقل له رقق الغين، بل قل له لا تبالغ في تفخيم الغين. إن قال أمامك يتخذ، قل يتخذ، لا تبالغ في تفخيم الخاء المكسورة. انهه عن المبالغة في التفخيم، ولا تقل له رقق حتى يكون الكلام دقيقا. هذا من جانب. من جانب آخر قلنا إفراط وتفريط. بعض إخواننا، لا أقول إخواننا، يعني واحد من المشهورين القدامى ويقلده محبوه، يعني لما ينطق القاف المكسورة يأتي بها قريبة من الكاف. يعني ليس الموضوع موضوع تفخيم وترقيق، نقل للمخرج من مكان إلى مكان. القاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، الكاف من أقصى اللسان فوق مع الحنك اللحمي والعظمي. فلما نقول للمتكين، المتكين تغير المعنى يا إخواننا. المتكين يعني هكذا متكئ، صار من الاتكاء. أما المتقين من التقوى، فلا يصح أن نقول للمتكين، هذا تغيير. ولو نطقها فلان المشهور القديم الذي يحب الناس أن يسمعوا تلاوته على راحتهم، لكن هو في هذا الأمر مخالف للقواعد ومخالف للمتلقى. وبالحك أنزلناه وبالحك نزل. إيش هذا وبالحك؟ الحك هذا الإنسان عم يحك، صار الحك شيء والحق شيء آخر. هل أنزل القرآن بالحك ولا بالحق؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق، ولا نقول بالحك. فهذا خطير وخطير جدا. لا تقلدوا أحدا، يعني جاف الصواب في نطق بعض الحروف. بارك الله فيكم. وليكن قدوتنا أئمتنا أصحاب الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وافق نطقهم ما دونه أئمتنا في مصنفاتهم التي حرست تلاوة القرآن الكريم من أن يطرأ عليها خطأ.